رفيقة رنجين من وحدات حماية المرأة يبجة. في هذا اليوم نبارك في قدوم عيد المرأة العالمي. نبارك لجميع النساء في كافة الشرق الأوسط ونساء جميع نساء العالم بهذا اليوم. هو اليوم يوم عيد المرأة العالمي. منذ كذا السنين أصبحت المرأة تطالب في حريتها وحقوقها من الهنية الذكورية، وقامت ضد هذا الشيء إنها تحرر حالها. هذا هو الشيء المرأة اللي عم بتطالب فيه، مو الحرية اللي مفهومة بكذا المجتمع. هي الحرية بحقوقها، إنها المرأة تصبح ريادية بكافة المجالات، إنها المرأة تطلب حقوقها في المؤسسات المدنية العسكرية، تصبح المرأة في الرئاسة المشتركة. في يومنا هذا أصبحت المرأة وأثبتت جدارتها بكافة المؤسسات المدنية العسكرية، وأصبحت المرأة في الرئاسة المشتركة. أصبحت المرأة تحارب على خطوط الجبهات جنب الرجل يدا بيد، وأصبحت المرأة كمان توقف على الجبهات كونها امرأة عسكرية من وحدات حماية المرأة، الامرأة العربية. ونحكي عن كافة الامرأة في نساء العالم، لأنها المرأة اليوم نحن في مجتمع عربي. المرأة أصبحت شوي يعني تقدر تحرر عن حالها، تقدر تحكي، تقدر تطلع، بتفوت توقف بالمؤسسات. مثل ما قلنا أصبحت أنها بالرئاسة المشتركة بعد ضلال إزاحة ضلال داعش الإرهابي. أصبح هذا الشيء في قدرة المرأة بالمجتمع، وأنها قدرت تتخطى هذول الأمور. طبعا هذا بكلياته بفضل القائد عبد الله وجلان عطى هذه الحرية للمرأة. من كذلك الأمر أصبحت وبيد الرفيقات اللي هم رفيقات مذكورات، يعني رفيقات الشهيدات، رفيقات اللي نحن ناخذهم قدوة لنا، مثل الشهيدة روجبين عرب. كونها رفيقة عربية هي رفيقة مذكورة في التاريخ. اليوم أصبحت نقاط عسكرية أو نقاط مدنية أو كذا نقاط للرفيقات العرب تسمى على اسمها. فنحن راح نناضل ونقاوم ونظل نكافح من أجل شهيداتنا ورفيقاتنا، ونرجع نبارك مرة أخرى لنساء شمال وشرق سوريا وجميع العالم.